مش لازم يكون عندِك دقيق عشان تعملي بيتزا، النهارده عملت بيتزا كدابة إنما إيه، حاجة كده عسل يا جماعة. بُصّوا يا جماعة غرقانة صوصات وغرقانة جبن وجبن سايحة وبتمُط وحاجة آخر حلاوة. يالّا قولوا لي سلِّم إيديك يا أبانوب، ويالّا بقى لايك وكومنت وكمان شير. فرحوني زي ما بافرحكم. عندي بقى في الكبة نزلت بنُص كيلو من صدور الفراخ، وهانزل عليهم بنُص معلقة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود وكمان ال7 بهارات، ويالّا بقى بينا على الكاري عشان يدّي طعم للفراخ مع البابريكا المدخنة. واضربها بقى في الكبة ضربة كويسة أوي، ضرب مُبرح يا جماعة لحد ما الفراخ يبان لها صاحب. وبعد كده هاضيف شوية إضافات. هتضيف إيه يا أبانوب؟ هاضيف كده كوباية من الجبنة الموتزاريلا تمام، وكمان 2 بيضة. مع ال2 بيضة حطيت رشة فلفل أسود، حسيت الوصفة محتاجاها. على فكرة باحب أوي الفلفل الأسود فين؟ في الوصفات. وأبدأ أضرب بقى في الكبة لحد كده ما لونها، شايفين لونها لون الفراخ اتغير إزاي؟ ومسكت نفسها. البيض هنا علشان أخلّي الفراخ تمسك نفسها مع الجبن كمان. وبعد كده هي كده بقى اتفرمت وبقت زي الفل. عندي بقى الصينية هادهنها زيت. طب لو ما عندكيش بقى زيت هتجيبي ورق زبدة وتحطيه كده في الصينية. وبعد كده هنجيب بقى خلطة الفراخ اللي أنا عملتها، اللي أنا هاعمل بيها البيتزا الكدابة بتاعتنا، وأبدأ كده أحطها فين؟ أحطها في الصينية. وبابدأ كده إيه، آخد كده بإيديّا وأبدأ أفردها على شكل دايرة. عايز أقول لكم إن أنا يعني بعد ما صورتها قُلت طب ما أنا كنت ممكن أفردها على شكل مربع، وممكن أفردها على شكل قلب، وممكن أعمل بيها أشكال. لو أنتم بقى فنانين اعملوا بقى أشكال، وقولوا لي في الكومنتات لو أنتم بقى مكاني هتعملوا البيتزا على شكل إيه؟ يالّا اكتبوا لي في الكومنتات. وعايز أسألكم بقى سؤال وأشوفكم مركزين معايا والّا لأ. أنا البيتزا الكدابة بتاعتنا دي حطيت لها كام بيضة؟ يالّا أنا عايز أعرف مركزين والّا لأ. هاخد بقى البيتزا وأدخلها الفرن كده درجة حرارة 180 بتقعد حوالي 10 دقايق. وشايفين بقى الفراخ تحس إنها بقت قرص بيتزا كده. هابدأ كده إيه، أطلعها وبابدأ كده أدهنها. لو عندك صلصة بيتزا، لو عندك كاتشب، أنا كان عندي باربيكيو صوص حطيته بيدّي طعم مدخن كده حلو أوي. وكمان عندي شوية جبن كده أحطها كده بقى فوق إيه، فوق الوش. شايفين يا جماعة الحلاوة والجمال؟ لازم تجربوا الوصفة دي. ولو عندك بقى فلفل أخضر، عندك زيتون. أنا يعني ما رضيتش أجيب زيتون، قُلت أوفّر شوية في المصاريف، المصاريف بقت كتير، فكفاية الجبن والفلفل الأخضر. عندك بقى مشروم، عندك بُصّي أي نوع لحمة مفرومة اللي أنتِ عايزاه. وبعد كده حطيت بقى شوية جبنة رومي كده. الجبنة الرومي يا جماعة بتودّي البيتزا الفراخ دي في حتة تانية. آخدها أدخّلها الفرن تاني 10 دقايق، وبتطلع زي ما أنتم شايفين. بُصّوا يا جماعة ماسكة نفسها ولا مهرية ولا أي حاجة. شايفين الحلاوة؟ انقل يا باشا على الطبق بتاع التقديم بتاعك، وهات بقى السكينة وقطّع. عايز بس أورّيكم من جوّه. على فكرة البيتزا دي حلوة أوي وصحّية وجميلة وممكن تاكلوها في الدايت. طبعًا ممكن بقى تقللوا الجبن، ممكن تستخدموا جبن اللي هي الصحّية اللي أنتم عاوزينه. بس بجد يا جماعة طعمها حلو جدًا ولازم تجرّبوها. النهارده عملت بيتزا علشان ما كانش عندي دقيق، فاستخدمت كده الفراخ بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له شير لكل حبايبكم، وهاستناكم بقى تقولوا لي سلم ايديك. شايفين الحلاوة والجمال؟